اليوفنتوس في خطوة للتأهل. لم يكن الأمر سهلا أمام برشلونة، فعلا الأمر ليس سهلا أمام برشلونة، ولكن أعتقد أننا أدرنا جيدا هذه المباراة وواجهنا فريق ممتاز جدا، وأكرر ذلك قمنا بعملنا وعرفنا بعض الصعوبات بفضل جودة الفريق المنافس، ولكن نحن قادرون على أن نذهب إلى أولمبياكوس البحث عن 3 نقاط وأن نبقى متفائلين. على المستوى الشخصي بعد إصابة كليني تم الاعتماد عليك ولعبتم ب3 في الدفاع وتطورت جيدا مع اليوفنتوس. فعلا جوجو تعرض للإصابة وكان علينا أن نعوضه، ومثل ما قلت أنا أحترم اختيارات المدرب، هو لديه العديد من اللاعبين تحت تصرفه، وعندما يطلب خدماتي أحاول أن أكون في المستوى وأقدم أفضل ما لدي. لكن الأمر لم ينتهي. المصر أراد أن يغير ذلك في مرحلة دفاعية، وأعتقد أن نجحنا ذلك، والآن نحتاج أن ننظر بكل تفاؤل إلى المستقبل، وخاصة بأن نتألق في المباراة القادمة. إذا المنتخب الوطني المغربي تمكن من التأهل لكأس العالم بنتائج تاريخية، ولكن انسحب إيطاليا ببوفون وبرزالي. بالطبع هي سعادة كبيرة أن نتأهل، لم نكن نتصور ذلك، كان حلما كبيرا بعد كل تلك السنوات من عدم التأهل، وحاولنا دائما أن نجيد الأشياء، ولكن الأمر لم يكن سهلا، واليوم نجحنا في التأهل لكأس العالم، وأنا سعيد بذلك كقائد لهذا المنتخب، وهي فرحة كبيرة وهي أسعد لحظات مسيرتي، وأنا سعيد من أجل شعبنا الذي يستحق ذلك. ولكن نأسف كثيرا على أمة كبيرة لكرة القدم مثل إيطاليا أن لا تكون متواجدة في كأس العالم، وأنا آسف من أجل الأنصار ومن أجل إيطاليا بلاعبها الجميل، والأسف أنا آسف لذلك أن لا يذهب جيجي ولا يذهب برزا ولا يذهب دي روسي وهم أصدقائي، وأنا آسف أن لا يتمكنوا من أذهابهم أبطال كبار. شكرا.